عبد الله والزهراء بطلة المغرب للتايكواندو حزام أسود من الدرجة الأولى دولي، ذات السادسة عشر ربيعة، حصلت على الرتبة الأولى في البطولة الوطنية للشبان سنة 2011. كما تأهلت هذه السنة لنهاية البطولة الوطنية للكبار، فبذلها لمجهودات شاقة ومستمرة بانتظام مع مدربها السيد عبد العزيز الداودي جعلتها تحتل المراتب الأولى في الإقصائيات الوطنية. عن طريق المجهودات الشاقة اللي كان يدير معنا الأستاذ لعبنا إقصائيات البطولة في وجدة للشبان، حصلت الرتبة الأولى، تأهلت البطولة الوطنية للشبان في مدينة الخميسات، واحتلت الرتبة الأولى على الصعيد الوطني. وفي هذا العام 2012 لعبت بطولة إقصائيات البطولة في وجدة، وأنا على انتظار نهاية البطولة إن شاء الله. ويعتبر نادي جمعية الليمون للتايكواندو بركان من أهم النوادي التي تخرج أبطال على المستوى الوطني رغم قلة الدعم والمساندة والمشاكل التي تتخبط فيها العصبة الشرقية للعبة. ويظل حلم الزهرة يراودها في الانضمام إلى النخبة الوطنية من أجل رفع راية المغرب عالية بين الدول. وهذا العام هذا دارت النهاية ديال بطولة المغرب، حصلت على بطلة المغرب، ونتمنى لها ان شاء الله التوفيق، وحتى هي تكون من البطلات اللي راهم كاينين في ليكيب ناسيونال، حتى هي خصها تكون من هذوك البنات اللي كاينين في ليكيب ناسيونال.